السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام نحمد ربنا حمدا كثيرا وفيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة ربنا اداها لنا. الحمد لله والشكر لله والصلاة على نبينا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ديت الكوبيبة الغمراوي او الكوبيبة اهي. هو مشهورا يعني مشهورة الكوبيبة بالغمراوي ليه ما اعرفش، بس احنا يعني الدقهلية عامة يعني. لا الفيديو شغال. كده بقى ايه شغل مش بوتاجاز ولا حاجة عملناها وقلنا نعمل كله جنب بعض كده من غير بوتاجاز زي الكانون كده، بس كانون نجالي حطب بس اهوت اكل كده اهو. غلينا المية حطينا المية جنبها وبتاعت في الشفشفة لازم نغطيها عشان ايه تبدأ بقى في الشفشفة. حلقات الرجيم بإذن الله نهار ما هنعملها هتبقى منظمة أكتر من كده، بس الواحد بس هي تجربة وعايز أعرف إن هي هتبقى في إقبال منكم ولا لأ. هنتكلم بتفاصيل أكتر وإن شاء الله بإذن الله، وهتبقى منظمة أكتر عن الحلقة دي بإذن الله. بس مستنية منكم الكومنتات والشير واشتراككم في القناة وتشجيعكم ليا بإذن الله. انتوا عارفين القناة لسه جديدة وهتبقى من ضمن البرامج بتاعة القناة اللي انا ايه دي هتبقى من ضمن. هيبقى في يوم كده هنعمله من مشاريب في فطار في غدا في عشاء. متنسوش الفطار مع الفول اللي انا كنت عاملاه الخصاية. فانا بقول لكم ان شاء الله هتبقى منظمة عن كده بإذن الله، وهتبقى بتفاصيل وكل وجبة أساسية هتبقى جنبها مع بعضها. بس محتاجة ان انتوا تكلموني وتبعتولي في الكومنتات وتشجعوني ويبقى في اقبال على ان في حلقة بإذن الله. ده برضو من الأطعمة اللي هي بتاعت الرجيم، برضو الغذاء بتاعت الرجيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب الحلقة تعجبكم وتنول ارضائكم وتطلعوا منها بمعلومة مفيدة بإذن الله. هيبقى ان شاء الله باذن الله يوم لزياده الوزن ويوم لانقاص الوزن. لو حابين الفكره ما تنسوش الكومنتات واللايكات واشتراكوا في القناه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى هيبقى يوم رجيم، ولو حابين ان تبقى في القناه بتاعتي يوم من الايام نعمله يوم من اوله كده فطار وغدا وعشاء، تشاركوني في الكومنتات وتعملوا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دي طبعا ميه ايه مغليه. هنعمل اول حاجه اهو دي القهوه الخضراء. بسم الله. طبعا فول من غير سمن من غير اي حاجه، والليمونه اهو. حابه بقى تحصل الليمونه كامله نص ليمونه دي انت حابه بقى ايه، وهم 3-4 معالق فول. الأعشاب اهي. هتفطري الاول وبعدها بنص ساعه هتبداي بقى ايه بالفول. ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل النهارده طبق بتاع زمان كده اهو. هنخرطها ديت سبعين. طبعا تخريط السبانخ
زي ما انتم شايفين كده، لازم يعني ايه تكون على قد ما تقدري نعمي. بنشطفها كده ونغسلها غسلة حلوة اهو. في ناس بتغسلها قبل ما تخرطها، وفي ناس بتخرطها وبعدين تشطفها وتنشلها بتصفي. هنشيلها كده. الصالح لكم اعملوه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عملنا بصلتين، كسر الطماطم، بس هتتسبك، وبعد التسبيك هنشوف احنا هنعمل ايه. طبق كده مركون بتاع زمان، والمفروض نرجع نحطه تاني على سفرتنا اهوت. الطماطم يا دوبك تغلي غلوه كده، وهنبدا نظبط الايه الخضار فيه زي ما انتم شايفين كده. يعني مش هنستنى لحد ما الطماطم تجي تتسبك التسبيكه اللي هي يا دوبك تغلي غلوتين. وما تستنيش على ما السبانخ تخدل من نفسها وتقعد يعني تحت ده هينتهي، لا، وانت بتحط كده حبه بحبه زي ما انت شايفه كده. تروح ايه جايبه اللي تحت عشان ايه تلاقيها خدلت مره واحده. اما تستنى وتقفلي عليها ده اكبر غلط. لازم الخضار ما تستنوش اللي هو اللي يعمل من نفسه، لا، انت اللي تعمليه اهو. الطماطم بتغلي وتقليبك فيها هتخدل، لان تسويه الخضار اي خضره بتحتاج ما بتحتاجش ولع كتير، وما تسيبهاش على نار كتير عشان ما تفقدش القيمه الغذائيه بتاعتها. ديت حلاوه الطبيخ اللي هو الخضار بالذات، اي خضار ما تسيبوش على النار كتير. وربنا يحسن ما بين ايديكم ويحسن ما بين ايدينا، ويا رب نكون نفع لبعض. و... وما تنسوش اللايك والشير واشتراككم في القناه، يوصلك كل ما هو جديد باذن الله. حاجات بسيطه ومفيده، وطبق ما شاء الله ولا قوه الا بالله. على فكره انا عامله السبانخ دي بكذا طريقه على القناه، لو حابه تعرفي يعني تشرفيني وتنوريني في قناتي، هتعرفي كذا طريقه للسبانخ. في طرل السبانخ والعلاج الانيميا، وفي سبانخ بالعدس يعني ما شاء الله هتزوري هتلاقيه. اللي انا بقول عليه بعد ما خدلت الكميه دي فبتعمليها بالمعلقه، بتحطيها اهوت ما شاء الله، وكده بقى مش هتاخد منك وقت. احسن من انت مثلا انت عارفه الخضار بيبقى هايش. بس بقى بعد ما خدناها دي اللي انا بقول عليه مش باينه. غلوتين وهيبقى دي طبق خضار بس، مش هنحط فيها اي اضافات. طبق خضار ولا فيه بس الخضار بتاعها محتفظة بيه. ديت النتيجة هي ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبق خفيف وخضار ومن غير اي اضافات، يتحط يعني على السفرة، او ممكن تعمل وجبة غذائية شاملة من غير لحمة ولا اي حاجة، لانها هي اصلا السبانخ كلها حديد. زيت بقى نغيرها كده، وهنحضر بقى ايه العشاء. الغدا زي ما انتوا شفتوا كده خفيف اهو. العشاء هيبقى حاجة خفيفة، هيبقى طبق فشار اهو اهو. هنغطي بقى. عملنا طبق الفشار اهو. المشروب بتاعنا على فكرة المشروب قهوة خضراء او شاي اخضر حسب ما انت، وفي مشاريب تانية كتير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مشاريب تانية كتير متركبة اعشاب زي كركم، روزماري، اللهم صل على النبي، الزعتر. الحاجات دي تتركب مع بعض برضو مفيدة للجسم، وبرضو يعني ايه بتحفز الجسم اللي هو عنده استعداد لايه لحاجة لإنقاص الوزن بإذن الله. كده دي وجبة العشاء. الفشار طبق الفشار وثمرتين فاكهة، أي ثمرتين فاكهة، تفاح، برتقال، جوافة،
استفندي، كيوي. كل الفاكهة ديت محبة اللي انت تتعشي بيها مع طبق الفشار. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نسيت اقول لكم قبل وجبة الغداء اللي هي طبق السبانخ، كنت حاطه الليمونه جنب طبق السبانخ ونسيت احطها في الطبق. اللهم صل على النبي. قبلها بنص ساعة، قبل وجبة الغداء بنص ساعة ثمرة فاكهة، وبعد النص ساعة بعد ما تاكل الثمرة فيها بعد ثمرة الفاكهة، أي ثمرة فاكهة من اللي احنا قلناها دوما، وبعدها طبق سلطة خضر، أي بقى خس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وجنب الليمون خس برضه أو فلفل أخضر. طبعا ده حمص الشام، او برضو بيبقى كوجبة مع بدل الفشار، ممكن تستخدمي حمص الشام مع ليمون. والله حابين الفكرة ديت وحابين ان انا اعمل مثلا مرة في الشهر او مرتين وجبة او وجبة من الفطار والغدا والعشاء لانقاص الوزن او رجيم، مش هنقول او تنظيم طعام او تنظيم طعام زي ما تسموها. يا ريت ما تحرموش في الكومنتات، واشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في الحلقه الجايه ان شاء الله لو كتبتولي في تنظيم الغذاء هعمل لكم الطريقه باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. برعايه الله وحفظه.